انا واقف على الباب يلا لوش تعالى نتجمع. يا مصر لا والله ننتظر رئيس الجمهورية بالانتخابات البرلمانية أولا والرئاسية أولا. قرار رئيس الجمهورية فقط بالانتخابات يوم أولا. لا ما تخشش بقى. يعني أنا بالنسبة لي كشخص مفيش فرق بين الاثنين، ولكن أنا كمؤسسة ولكن إذا اختار الأغلب الرئاسية. طيب حضرتك شايف انه ممكن يحصل مصالحه يا ابو احمد انا بقول شايف ان أنا والله أرجو الله سبحانه وتعالى إن هو القيادة تعمل مراجعة لموقفها. وأنا أنصحهم حقيقة إن المراجعة دي هتكون بالتأكيد معناها إن أنتم تتخلوا على القيادة انا شايف تدعو الى المصالحه، تدعو الى المصالحه بس بشرط مراجعه بقيادة أخرى وتفكير آخر دون الصدام مع المجتمع ودون تكفير المجتمع. دون صدام مع المجتمع. هيبقى يفضل الأمر إلى أن قيادة أخرى الخيار الصفري. بس الخيار الصفري بيزداد مع نجاح الاستفتاء الى الاقتراب من الصفر، وانا مش عايز شباب الاخوان يعني المعادله الصفريه اللي دخلوها يا ناخد كل حاجه يا نخسر كل حاجه. ايوه بعد الاستفتاء شايف ان المعادله دي هتفشل؟ ما هي لا مش هتفشل، هيخسروا كل حاجه اذا ما عندلوش الموقف. طب حضرتك ايه رايك في ترشح الفريق السيسي للرئاسه؟ برافو. اذا استقل من نصيبه واصبح شخص مدني ايه بس يظهر فيها عسكريه وماله ايه يظهر فيها عسكريه؟ ده هل يسقط حقوقه السياسيه؟ طبعا خلاص ده هو له حق سياسي كمواطن. الممنوع منه بنص الدستور الجديد ان حكومتها مدنيه. حكومتها مدنيه معناها ان ما ينفعش يترشح وهو في المنصب العسكري. صورة بقى هنا اهو مذكور ايه ما خدتوش صوره اهو كده. شيخ ياسر توقع بقى حضرتك انت بتطلب ده في فرق. انا بطلب انا عايز الاهلي مثلا يكسب، لكن في فرق بين ان لا يمتلك الامكانيات عندي امل ان يكون المنظر الاستفتاء وفشل الدعوه للمقاطعه والنتائج الباهره المتوقعه، لان انا مش شايف حد جاي الاستفتاء الا ويقول نعم. تمام. انا تاني مش شايف ان ده دليل على يمكن عايزين يعملوا تزوير. شايف ان ده دليل على شويه لا عشان العالم ما يقولش. البعض بيعتبر ان نعم الكساد وعدم وجود لان ده نتيجه بعض حملات قمعيه حزب مثلا زي مصر القويه او كده، وان كان مفيش اي صوت لا اللي كان بيعمل من غير عنف. احنا ما الموضوع ده انا في بالتاكيد بعض التجاوزات زي في اي حته، لكن انا بقول اللي كان بيعمل من غير عنف. لغايه النهارده كان في مناقشه في الشغل عندي والناس بتقول لا عادي جدا مفيش حد بيعملهم باي طريقه. هل تعتقد ان نجاح الاستفتاء ده معناه نجاح السيسي؟ نجاح خارطه الطريق. نجاح خارطه الطريق. هو استفتاء على خارطه الطريق في الحقيقه لا شك في ذلك. سؤال معلش دكتور، معلش اخر سؤال خالص، اخر سؤال. هل لو السيسي رشح نفسه بدله مدنيه حضرتك هتدي له صوته؟ قرار مؤسسي. حضرتك رايك انا هلتزم بقرار مؤسسي. هتصوت جوه المؤسسه بايه؟ انا بقدر الفريق السيسي. بتقدر الفريق السيسي.